مراجعة فيلم The Nun بالعربي. فيلم The Nun 2018 هو جزء من سلسلة أفلام Conjuring أو Conjuring Universe، ويقدم قصة رعب تحكي عن كائن شيطاني يطلع من دير في رومانيا. الأحداث تتناول شابة اسمها آيلين تتوصل للدير للتحقيق في حادثة غامضة، وأثناء رحلتها تواجه قوة شريرة واختبارات مرعبة. نقاط القوة: الأجواء المرعبة. الفيلم مليان أجواء مشوقة ورعب متصاعد يخليك بمساحة من التوتر والترقب، ما يترك الجمهور على أعصابه. الأداء التمثيلي: تيسا فارميغا قدمت أداء قوي ودور يستحق المشاهدة، حيث أبهرتنا بلعب دور الشخصية. التصوير والموسيقى: الإضاءة واستخدام التصوير الفوتوغرافي يعطوا الفيلم عمق إضافي من الرعب، ومعه موسيقى مثيرة تخلي القلب يدق. نقاط الضعف: القصة: أحياناً السيناريو يظهر تقليدي ويعتمد على عناصر متكررة شفناها في أفلام الرعب قبل، مما يخلي القصة عادية. الشخصيات: بعض الشخصيات ممكن ما تكون متعمقة كفاية، وهذا يخلي التعاطف معهن أقل. الخلاصة: The Nun هو فيلم رعب يتواجد في مكان مفترق بين قصة مشوقة وعناصر تقليدية للفيلم الرعب. إذا كنت من عشاق هالنوع من الأفلام فسوف تلقى تجربة تستحق المشاهدة، بس يكون زين إنك تكون واعي لنقاط الضعف اللي تتعلق بالسيناريو والشخصيات. لا تفوت فرصة مشاهدة هالفيلم إذا تحب الرعب وتحب القصص المثيرة. في أمان الله.